السياسية يهمنا الجميع بأنه ننتصر على داعش، وبالنتيجة نحقق الأهداف التي ناضلنا من أجله وضحينا من أجله. نحن نرحب بدولة الرئيس وبالوفد المرافق له، وزيارته للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وفي هذا الظرف بالذات يدل على حرص حزب الدعوة لتوطيد العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومع كل القوى الكردستانية وبين إقليم والمركز من أجل أن دحر أعدادنا المشتركين الإرهابيين والبعثيين وتحقيق الأهداف التي لم يتسنى لنا لحد الآن أن نحققه. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارتنا إلى السليمانية هي طبيعية في ظل الأجواء التي تربط بيننا كأبناء شعب واحد، تربطنا مصالح مشتركة وتحديات مشتركة، ومن الطبيعي أن نتواصل فيما بيننا. وكان الذي حفزنا على الإسراع بهذه الزيارة هو مباركة الأخوة في حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني على التحالف الذي حصل بينهم، ملتمسين من هذا التحالف إيجاد حلول للأزمات المشتركة، لأننا نعتقد بأن ما في كردستان من أزمة تؤثر على بغداد، وما في بغداد يؤثر على كردستان. ثانيا، العراق الذي مر بتحديات ولا تزال هذه التحديات تحتاج إلى أجواء جديدة، إلى تنقية أجواء وخلق أجواء إيجابية تتجاوز كل الخلافات التي كانت تقف عند نقاط تفصيلية. اليوم نحن نريد أن نتحدث عن قضايا استراتيجية في دعم العملية السياسية، في دعم العراق، في دعم الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات، في حلول للمشاكل التي أصبحت متعبة بالنسبة للشعب العراقي بكل تفاصيله وشرائحه وانتماءاته ومذاهبه وقومياته. لذلك هذا التوجه الجديد يأتي على أعقاب الانتصارات التي حققها الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وكل المقاتلين من أبناء الشعب العراقي على داعش، التي أصبحت هذه الحركة الإرهابية غير قادرة على التمسك بالأرض وإدارتها، وإنما أصبحت ملاحقة، ولم تبقى إلا أيام أو أشهر قليلة حتى ينتهي داعش على الأرض. ولكن يبقى التحدي الأمني يحتاج إلى مزيد من التفاهم والتقارب بيننا في وجهات النظر. ثانيا، التحدي الأكبر ليس الإرهاب الذي ينتهي إن شاء الله قريبا، وإنما التحدي هو الجانب السياسي والعلاقات السياسية التي تربط مكونات العملية السياسية، التي كلما اشتدت العملية السياسية كلما أصبحنا أكثر قدرة على حلول مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والأمنية. زيارتنا إلى الإخوان في الاتحاد الوطني الكردستاني كان فيها اتفاقات، كان فيها فهم مشترك، كان فيها تفاهم مشترك على ضرورة أن نعمل سوية من أجل تمهيد الأجواء وخلق أجواء إيجابية لحلول المشاكل الاستراتيجية الصعبة التي اعترضت طريقنا منذ فترة طويلة. هذا ما تم الاتفاق عليه، والتعاون في مختلف المجالات، في البرلمان، في الإعلام، في العملية السياسية، من أجل خلق أجواء إيجابية. هذا التعاون الذي نشدناه ليس على حساب أي طرف، وإنما نريد أن ننطلق سوية للانفتاح على باقي إخواننا في العملية السياسية في الإقليم أو في الحكومة الاتحادية. شكرا جزيلا لكم. بەڕێز مالکیش بە گرنگیەوە باسی لا ڕێکەوتنەکەیە و بزوتنەوەی گۆڕان کرد و بە گەرمی پێشوازی گرتی و تاکو چەند ئەم ڕێکەوتنە دەکەنە هەنگاوێک بۆ چارەسەرکردنی و تەنگژە و ناکۆچانی کە لە نێوان هەرێم و بەغداد. پرسیارەکە لە منە. بێگومان باسی هەموو جومگەکانی کێشەکانی ئێستای عێراقمان کرد، چ لە ناو عێراق اقتصادی، سیاسی، ئەمنی و چ لە ئەقلیمیش مەترسیەکان کە لەسەرمانەیە، و لە نەتیجە ئێمە هەردوو لاماگەیشتە ئەو تەفاهمەی کە دەبێت دەست پێ بکەین بۆ ئەوەی هەردوو لە بەغا لە هەرێم چیمان پێکرێ نەرم نەرم هەنگاو بە هەنگاو بەرەو چارەسەرکردنی هەندێک لە کێشەکان بڕێت. لم يعد موافق لسؤال حضرتك سيد وليد مالكي زمن رئاستك ترتبط العلاقات ما بين الاقليم وبغداد بالذات كشخص وليد مالكي سيعمل لاعاده واسترجاع العلاقات قبل 2014، والان انت حضرتك في السليمانيه موجود، صار عندنا ازمه اقتصاديه
ما افتهمت. أعمل على على إثارة المشاكل مرة؟ لا يعني استرجاع العلاقات ما قبل 2014 قبل التوتر. علاقات نعم. وحضرتك السليمانية موجود صار سنتين، الإقليم يمر بأزمة اقتصادية بسبب انقطاع الميزانية. ماذا تقول للشعب بالذات؟ هو حديثنا واهتمامنا بالسفرة واللقاء مع الإخوان في حركة جوران والاتحاد الوطني الكردستاني ومباركة وحضورنا هنا من أجل أن نجد حلولا للمشاكل لتخفيف معاناة الشعب الكردي، سواء ما يتعلق بالنفط أو بالموازنة أو بالخدمات. يعني نشعر بأننا في عمق المسؤولية التي تقتضي منا أن نتعاون وأن يتعاون معنا الجميع من أجل إيجاد حل للمشاكل وإنهاء هذه الخلافات التي كانت في تقديري لا مبرر لها. إن كنا قد سلمنا بأننا أبناء بلد واحد فهناك قانون يجمعنا وهناك دستور يوحدنا وهناك حلول إذا اختلفنا عليها نذهب إليها. الآن أصبحت لدينا تجربة أن الخلافات لا غالب ولا مغلوب فيها، إنما فيها خاسر كبير وهو الشعب، وخاسر كبير هو العراق. هذه النتيجة التي وصلناها تدعمنا وتدعم الجميع وتلزم الجميع على ضرورة البحث عن علاقات إيجابية تتجاوز سلبيات الماضي. كان الرداو يحبس لأمريكا كان الرداو بشكل خلط لتوقف كان هندي لان السياسي شنيجران دوري لويتا مكتب سياسي جديد شفاني كسان جوز جدنا الدوران تفكير وقران لا برز مالكي كدول كاتك سيفان في الجزائر شوارده بوجيه كرساني بري وأما جول اللي جراني هي بو لنا خم بشكل أساسي كان يوم أصلا شيء بتجبرا وباش ما نكر لك دمج أو مشكلة لسر بتجا لسر نود لسرها مشكلة بەڵام بەبێ دانیشتن بەبێ یەکتربینین بەبێ گفتوگۆ مشکلە چۆن چارەسەرەکرێت. جەنابی نێچیران بارزانی کە چووە بەغا سەردانی جەنابی مالکی کرد یان نەیکرد؟ بۆچی سەردانی کرد؟ بۆ ئەوەی نەکرد کە هەموو تەرەفەکان بەشداری بکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. ئێمەش ئەم بینینە یەکەم ئەرکمانە ئێمە پێشوازی لە میوانەکان بکەین، دوای مێژوویەکی هاوبەشمان هەیە بەیەکەوە لەگەڵ حزبی داوا لە قوربانیدان و بەدبەختیەکان، و سێهەم کورد و شیعە علاقاتێکی استراتیژیمان هەیە، چوارەمیش مشکلە دەبێت دانیشتی لەسەری قسەی لەسەر بکەین، دانانیشی قەت چارەسەر ناکرێت. قرأت العراقية العربية العراقية كاملة العراقية كاملة العراقية عربية من تفضل. هل هناك خصوصية للزيارة تتعلق بالعلاقة بين دولة القانون والاتحاد الوطني والتغيير؟ ورسم خارطة جديدة للانتخابات؟ نعم أنا بيّنت ذلك. نعم. لقاءاتنا، تفاهمنا، حديثنا، استعراضنا لتطلعاتنا للمشاكل للتحديات وصلنا بها إلى ضرورة رسم خارطة طريق جديدة ويشترك معنا الآخرون. أرجو أن لا يفهم بأن هذه الخارطة سنرسمها لوحدنا فقط، إنما هي ربما عملية نواة تتسع وتتسع حتى تشمل الجميع لإيجاد حلول للمشاكل والأزمات. زۆر نیگەران لە بڕینی موچەکە لە بڕینی بودجێ هەرێمی کوردستان، بەڵام من لێرە پرسیارم لە نێچیروان بارزانی کرد کە ئەسڵی هەیە دوو بەرپرسی کردیان موچەیان بڕی بە نەیتوانی ئەوە ڕەت بکاتەوە. لێمان بەڕێزمانکی پێ مامەڵێ بۆ موچەی بودجێ حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بڕیوە. حل قطع الميزانية وقطع الرواتب هالمسألة، هل أكو أمل لحل هالمشكلة؟ بالتأكيد الأمل كبير، وأنا بيّنت مشاكلنا حينما نرجع بها إلى الضابط الأعلى وهو الدستور سنجد أنها سهلة. الموازنة وغير الموازنة إذا حكمها الدستور وعلى أساس التفاهم والشراكة الحقيقية ستكون سهلة جدا عملية حل مشكلة الموازنة وإيجاد حل لمشكلة رواتب العاملين. بالحقيقة الحكومة الاتحادية الحكومة المركزية ما قطعت الرواتب، وإنما صار اختلاف على عائدات النفط فتوقفت حصة الإقليم، بضمنها توقفت الرواتب، وإلا ما في شيء في الحكومة الاتحادية أن تقطع رواتب الموظفين من أبناء الشعب الكردي. بەڵێ عومەر کەریم لەگەلی کوردستان پرسیارێک بۆ بەڕێز مالکی هەیە سەبارەت بە ڕۆڵی حەشدی شەعبی و هێزە عێراقیەکانی باس کرد. ناوی پێشمەرگەی نێنا سەبارەت بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە چەند ساڵێکە شەڕی تیرۆرەکە و ڕۆڵی گەورەیە و هەروەها میزانەیە لە بودجێ عێراقا ئێوە لە دوای ئەم بینینەی لەگەڵ هێزە کوردەکان و لە تایبەتی
گۆڕان چیەکەن بۆ ئەوەی ئەو میزانی کە ڕسمی دانرا بۆ هێزی پێشمەرگە بەلانی کەمە ئەوە سەر بگرێت. أنا ما ذكرت ما ذكرت لأنه البداية التي حصلت ما حصلت مع بيشمركة، حصلت مع الحشد، المعارك التي حصلت هناك، ولذلك لكن هذا لا ينتقص من دور الحشد الشعبي حينما دخل في المعركة إلى صالح الدولة ولصالح الشعب العراقي، وكانت عطاءات وإنجازات بالنسبة للحشد بالنسبة للبيشمركة، كان شريكا حقيقيا، وإن شاء الله تستمر هذه الشراكة في مواجهة عدم ذكري لا ينتقص من دورهم أبدا. سیاسی لهری کوردستان بەتایبەت خەڵکێکی زۆر گوێنی بە ڕێکەوتنەکەی یەکێتی گۆڕانەیە و سەردانی بەڕێزمالی ئێمە بە ئەو شتە تەوزیح کەین کۆبوونەوەی فراکسیۆنەکانمان لە بەغا بە مشترێکی ئامانجێکی نەگۆڕی ئێمەیە، سیاسەتێکی نەگۆڕی ئێمەیە، ئەوە لە جێی خۆی مێ ئەم کۆبوونانە لەگەڵ حزبی داعوە و لەگەڵ هەر حزبێکی تر لەسەر ئاشتی عێراق بۆ ئەوەیە موقعی هەموو لایەکمان بۆ چۆنێتی چارەسەرکردنی کێشەکان و کەمکردنی کێشەکان بەقوت بکەین و بێگومان هەوڵەکان بەردەوامە بن بۆ چارەسەرکردنی آخر پرسیار ئەگەر 24ش لێرە بێ یەک دقیقە يعني كشوطة بغداد يعني أو فرنسا أو شيء ثاني مالك شغله هو هذوك يو شنو أنشاتهم وقت أنا بيت لبغاء بيجتي قران أو فرنسا أو شيء أنا وكو يكديس وكو هزي كم تعمل لقط وكو دولتين هزي كردستاني تعمل لقط يعني شو الثاني بس أما يكم ودوام لا يما جرينجا وي كلام عن جرينجا فراكسون كردستاني كان هاوكاري لنيوان يعني بردام ببو وي كأمانجكاني إما بديبه وكيشكان شهر سنة مستشار براسي من تسارق ما يلزم دانيك ذكاك نوري السيد نوري مالكي هل تنون هذه النوايا حسنة أن تشمل أربيل أيضا أم تبقى الإسلاماني يعني؟ أربيل ليست جزء من دولة أخرى، وإنما هي جزء من الإقليم وجزء من العراق في النتيجة. وتحدثنا بأننا نريد أن نتسع في هذه المبادرة لتشمل بقية أخوانا، ونقصد أربيل والحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية الأخوة الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وكل مكونات العملية السياسية في الإقليم وخارج الإقليم أيضا في بغداد. لذلك ليست هناك مشكلة بالنسبة لي أن أزور أربيل إن شاء الله في الوقت المناسب من أجل أن نستمر في عملية ترطيب العلاقات والأجواء.